مسلسلنا بيبدأ في مدينة صغيرة في الجبل. في المنطقة دي كان في قاعدة عسكرية على مسافة قريبة، وبيتم إعلان وتحذير المواطنين إن هيكون في تدريب بالذخيرة الحية علشان الناس ياخدوا حذرهم وما يخافوش من الضجة اللي هتحصل. وبيطلبوا من الناس إنهم يكونوا بعيد عن منطقة التدريب علشان ما يعرضوش حياتهم للخطر. كمان من الأفضل إنهم يلتزموا ببيوتهم علشان يكونوا في أمان. أما اللي بيتدرب فيها القوات المسلحة اللي بتحميهم وبتحمي البلد. وقتها بنشوف إن في بيت معزول عن المدينة ويعتبر في الوادي لوحده، مفيش حواليه لمسافات طويلة أي حاجة. البيت ده كان متهدم ومتدمر زي ما يكون كان فيه حرب لكده، وآثار الرصاص على الحيطان. ساعتها كان في مجموعة كبيرة من المرتزقة ماشيين وسط الحقل وبيقربوا من البيت اللي بنقول عليه، وعلى الكوبري كان في علامات سادة الطريق إن في إنشاءات. بس كان في عربية فيها قناص كان بيضرب رصاص على نفس البيت. ساعتها بنعرف إن الحكاية مش تدريب عسكري زي ما بيقولوا، خلاص ده أكبر من كده بكتير. القناص يبقى سيونج جو وعينه ما كانتش بتنزل من على البيت، وأول ما بيحس بحركة جنب الشباك بيضرب رصاصة بتيجي في الصورة العائلية لجونج جيم مان. ساعتها بيتريق على جونج جيم مان هو وعيلته، بيقول له خد نصيبه وكفاية عليه كده اللي عاشه. الرصاصة بتعدي جنب جونج جي ان بمسافة مليمترات، ومن خوفها بتقع على الأرض منها منهارة ومرعوبة. ساعتها جي ان بتشوف المسدس على الأرض، وكانت مين هي مستخبية في ركن في الناحية التانية مصابة بتشاور لها تاخد المسدس بسرعة. بس في اللحظة اللي جي ان بتتحرك علشان تاخد المسدس، سيونج جو بيضرب رصاصة تانية بتخليها ترجع مكانها تاني. وقتها جي ان بتركز مرة واحدة، تسمع صوت عمها جيم مان وبتفتكر لما كانت معاه من فترة وبيتفرجوا على فيلم أكشن وضرب نار، وهي بتتريق على البطل علشان بيتفادى كل رصاص بسهولة. فعمها بيقول لها إنه بيستخدم النقط العامية، وإنها لازم تستخدم عينيها في كل الاتجاهات، ما تكتفيش باتجاه واحد، علشان لو استخدمت النقط العامية هتقدر تخرج من أي حفرة ضرب نار مهما كانت خطر. ساعتها جين بتفتح عينيها وبتدور على النقط العامية اللي عمها قال عليها. بتجيب حتة مراية وتلزقها في المقشة وتحركها شوية بشوية قصاد الشباك علشان تشوف القناص هيعمل ايه. سيونج جو وقتها شاف المراية، ومع كل حركة ليها كان بيضرب عليها رصاصة لغاية ما جي ان بترفع المراية فوق خالص. ساعتها الرصاصة لما بتضرب بتيجي في الحيطة فوق الشباك. هنا بتعرف جي ان القناص بعيد جدا وفي مكان عالي من صوت الرصاصة ومسارها القطري. ساعتها بتطلع فوق التلاجة وبتنط من مكان النقطة العامية علشان توصل للكنبة وتاخد المسدس. وتاسيون جو بيحس ان في حاجة غلط، وبيخلي بونجو السواق يتحرك قدام شوية بالعربية علشان يشوف من زاوية احسن. جي ان في اللحظة دي بتنط للكنبة، ولما هو بيضرب رصاصة كان حظها حلو ومسارها بعيد عن جي ان، بس لما بتقع على الارض بتحاول توصل للمسدس تحت الكنبة مش بتعرف، فبتقلب الكنبة مرة واحدة. وهنا بنتفاجئ ببندقية قناص في ظهر الكنبة. على ما سيون جو بيجي يضربها الرصاصة التانية بيتصدم لما بيلاقيها موجهة البندقية عليه. وعشان نعرف السر وليه القناص ده عاوز يقتل جي ان بنرجع كام يوم. جي ان كان مقبوض عليها ومحجوزة في القسم، وواحد مضروب لما طالع عينه كان مقبوض عليه هو كمان، والشرطيين بيحاولوا يسيطروا عليه علشان كان عاوز يضربها زي ما عملت فيه. وجي ان قاعدة بكل هدوء، والشرطي بيقولوا انهم لازم يراجعوا الكاميرات علشان يعرفوا ايه اللي حصل. في تسجيل الكاميرات بيشوف الشاب وهو خارج من حمام السيدات، وجي ام بتجري وراه وتضربه لما تطحنه ضرب. ساعتها الشرطي بيقول لها انه مش هينفع يفرجوا عنها علشان الاصابات اللي اتسببت فيها، انه حتى لو هو غلطان كان لازم انها تثبته ولا تخلي الشرطه تتعامل معاه، انما كده هتتحاكم لاستخدام القوه المفرطه في الدفاع عن النفس. بيطلب منها انها تكلم الوصي عليها ولا حد من عيلتها علشان يجي يدفع الكفاله. ساعتها جي ان بتتصل بعمها جيم مان، بس بتتفاجئ ان الشرطي اللي بيرد عليها بيقول لها انه كان لسه هيكلمها، بيطلب منها تتماسك علشان الخبر اللي هتسمعه. فجاه بان عمها مات. ساعتها جي ام بتتصدم ومش بتقول ولا كلمه، بتروح على مركز الشرطه التاني اللي كلموها في المدينه اللي كان عايش فيها عمها. في الطريق بتفتكر لما كانت انتقلت للمدينه وسكنت لوحدها ايام الجامعه، وجيم مان بيجي يظبط لها السكن بتاعها وبيركب حديد على الشباك، وكمان جايب لها دولاب مصفح مضاد للرصاص بيقول لها تستخبى فيه لو حصل ضرب نار في اي وقت. ساعتها جي ام بتتريق عليه وبتقول له ايه اللي هيخلي يحصل هنا ضرب نار اصلا، لما بتحكي له عن صاحب المكان اللي كانت فيه واللي رفض يديها راتب الشهر الاخير، وانها عرفت انه عمل حادثه من كام يوم وايديه ورجليه اتكسرت، بس مش عارفه تفهم ازاي اتصاب كده في الحادثه. اتصل بيها اعتذر لها ويقول لها انه حول لها راتب الشهر الاخير. ساعتها جيم مات بيقول لها انه هو اللي ضربه وكسر ايده ورجله. جي ام بتفتكره بيهزر. ساعتها جيم مان بيشوف كارنيه الجامعه بتاعها فبيصوره ويحتفظ بالصوره، وبيقول لها انها لازم تحفظ رقمها التعريفي اللي على الكارنيه لانه هيفضل مرتبط بيها لغايه ما تموت. بيقول لها انه زي الرقم القومي كده كود مش بيتغير من اول ما بتتسجل من يوم ولادتها. دي كانت اخر حاجه جيم مان قالها ليها. جي ان كانت في التاكسي في الوقت ده رايحه المدينه، والسواق بيتعرف عليها وبيقول لها انه يعرف عمها، بس لما بتقوله ان مات الراجل بيتصدم وبيفرمل مره واحده. بعد شويه لما جي ان بتوصل للمستشفى علشان تتعرف عليه
ساعتها جي ان بتستغرب ان عمها متصاب في رقبته، وما بيقولوا انه انتحر، والناس اللي بتنتحر في العاده بيقطعوا شرايين ايديهم، ايه اللي يخليه يجرح رقبته الجرح ده؟ ساعتها الشرطي بيقول لها ان احتمال تكون جريمه قتل، بس لما بيفتشوا البيت وبيفرغوا الكاميرات مش بيلاقوا اي حد قرب من البيت ولا دخلوا، وده من اسبوع كامل. في اللحظه دي بتلمح وشم على ايده كلمه مساعده القتل. بتستغرب ساعتها بس مش بتهتم، تحضر الجنازه وهي بتفكر في الوشم وليه اول مره تاخد بالها منه. ولما بترجع البيت لاول مره وعمها مش فيه، مش بتقدر تدخل في البدايه، فبتقعد على السلم. ساعتها بتتفاجئ بجيونج مين زميلها من ايام المدرسه جاي يطمن عليها وبيعرض عليها مساعدته. جيونج مين كان هو اللي اكتشف موت جي مان لانه كان شغال معاه الفتره الاخيره ببيع الخراطيم الزراعيه. في يوم الجنازه جي ان ما كانتش عارفه اي حد من اللي حضروا، وكان من ضمنهم توأم بتستغرب وجودهم لانها عمرها ما شافتهم قبل كده. ولما بتسمع حكايات الناس عنه بتكتشف انها ما كانتش تعرف عنه اي حاجه. في الوقت اللي كان جيونج مين بينظف الحمام وبيمسح آثار الدم بعد انتحار جي مان فيه، وجي ان اللي طلبت منه ده. بعد الجنازة كان جي ان راجع البيت في الأتوبيس، لما الكل بيتريقوا عليها علشان ما نزلتش ولا دمعة واحدة، ولا باين عليها أصلا إنها متأثرة إنها فقدت عمها. بس جي ان أول ما بتدخل البيت وبتلاقيه فاضي من غيره لأول مرة بتنهار وبتبكي وهي مش عارفة إيه اللي خلاه ينتحر. ساعتها جيونج مين كان رجع يطمن عليها وبتطلب منه إنه يستنى معاها شوية، وبيسلمها التليفون اللي لقاه في الخزنة. لما جي ان بتفتح التليفون بتلاقي رسائل بتحويل مبالغ كبيرة جدا لحساب عمها، وان في حسابه دلوقتي 18 مليار وون. ساعتها جي ان بتتصدم وما كانتش فاهمة كل الفلوس دي منين، ولو كانت التجارة في خراطيم الزراعة بتكسب بالشكل ده فايه اللي خلاه يعيش العيشة دي. بتطلب من جونج مين انه يوريها الموقع اللي كان عامله لعمها، ولما بيفتحوه بيلاقوا انه وجهه لموقع تاني. لما جونج مين بيفتحوا جي ان بتتفاجئ لان اسم الموقع هو نفس الوشم اللي كان على ايد عمها مساعدة القتل، والموقع ده كان اللي بيع الاسلحة. طبعا جي ان ما كانتش مستوعبة ان عمها كان بيتاجر في السلاح. اول ما بيفتحوا الموقع بتيجي رسالة من عميل بيقول له انه حول المبلغ المطلوب علشان يبعت الاسلحة، بس جي ان بترد عليه وبتقول له ان المتجر هيقفلوه وفلوسه هتتحول له تاني. ساعتها كان الرد مفاجئ، والراجل بيعرف ان جين مان مات وبيطلع عارفها وبيقول لها انت كمان هتموتي يا جين. ساعتها جرس الباب بيرن، ومين هاي اللي كانت على الباب بتقول لجي ان انها جايه تكمل دروس اللغه الصينيه لعمها. ما كانتش تعرف انه مات، ولما جين بتقول لها انه مش موجود كانت مين هاي دخلت من البوابه الرئيسيه وبقت قدام الباب. بنلاحظ ان معاها في شنطتها اسلحه، وجين بيجي لها رساله على تليفون عمها بتقول ما تخليش حد يقتلك علشان انا اللي هاجي اقتلك بنفسي. في الوقت اللي بتظهر فيه طيارات درون بتتوجه ناحية بيت جين مان، تفتكر جي ان أول مرة شافت عمها كانت صغيرة عندها 5 سنين، وأبوها بيتخانق معاه علشان بقاله أكتر من 8 سنين مختفي ما يعرفوش عنه أي حاجة، ودلوقتي بيظهر فجأة. وقتها جين مان مش بيهتم بكلام أخوه، يتكلم مع جي ان وبيعرف اسمها وإنها لازم تحفظه. مين هاي كانت مسلحة بتوصل من بدري شوية وبتجهز الأسلحة في شنطة العربية، وكانت هتضرب نار على طيارات الدرون. بيرجع فلاش باك في جنازة والد جين مان وبيقول لأخوه إنه شاكك إن موت أمه مش طبيعي، بيطلب من الطب الشرعي إنه يشرحها علشان يعرفوا سبب موتها، بس أخوه بيتخانق معاه وبيرفض إنه يعمل كده. ساعتها جي إن بتوقع زهرية على الأرض تكسرها، أمها بتطلب من جين مان إنه يروحها البيت. في الوقت اللي كان جين مان رجع في البيت كان وصل دار الجنازات سيونج جي، وبيدخل يعزي أخو جين مان وبيتكلم معاه وبيطلب منه إنه يخرج معاه. في الوقت اللي كان جين مان مع جي إن في البيت بيتفرجوا على فيلم وثائقي لأسد بتهاجمه مجموعة من الضباع. ساعتها جين مان بيقول لجي ان الاسد علشان قوي مش بيصرخ حتى هو في الخطر، انما الضعيف بس هو اللي بيعمل دوشه، علشان كده لازم انها على طول تفتح عينيها وتواجه الخطر وما تخافش منه علشان تنجو بحياتها. وبيجيله رساله بتخليه يقوم يخرج على طول، بس بيقول لجي ان انه هيبعت واحد صاحبه يحميها ويكون معاها على ما هو يرجع، بس بيأكد عليها انها ما تفتحش الباب على طول لاي حد. بتتفق معاه على انها تقول له على لغز لو حله هتعرف انه صاحبه، وتفتح له الباب وبتقول له على اللغز واجابته. بعدها بكام ساعة كانت جي ان لوحدها لسه في الشقة لما بتسمع صوت فتح الباب وان في حد بيكسر القفل، فبتفتكر صاحب عمها وبتروح تقول اللغز علشان تفتح له، بس بتتفاجئ بيه مش بيرد وبيفتح الباب مرة واحدة. وبعد ما كان بيدخل خلاص فجأة واحد بيشد وبيقفل الباب تاني وبينزل فيه ضرب، وبعدها بيدخل لجي ان وبيطمنها انه صاحب عمها وبيخليها تستخبى في اوضتها لما بيحس بحركة على السلم. ساعتها بيدخل واحد مسلح وبيتقاتل معاه، وجي ان لما بتسمع صوت ضرب النار بتفتح الباب تشوف ايه اللي بيحصل، فبتلاقي ان صاحب عمها اتقتل واللي قتله سيونج جي وقطع ايده. في اللحظه دي جي ان بتهرب من الشباك وبتستخبى متعلقه بره المبنى، بس العصابه بتشوفها ولما بيحاولوا يمسكوها بترمي نفسها. من حظها ان كان في كنب ومرتبه على الارض مش بيحصل لها حاجه، بتقوم تجري في الشارع تهرب منهم، بس فجاه عربيه بتخبطها والناس بينقلوها بسرعه على المستشفى.
لما بتوصل المستشفى بتسمع الشرطيين وما بيتكلموا عليها وإنها بنت الاتنين اللي اتقتلوا وتحولوا على المشرحة من شوية. جين بتتحجز في المستشفى، وبالليل بتحلم بضبع مفترس بيهجم عليها وبقه ايد صاحب جين مات اللي شافتهم وهما بيقطعوها. بتصحى مفزوعة من نومها وبتحس ان في حد برا الأوضة، فبتستخبى. تخرج من الأوضة بسرعة لما بتلاقي واحد من العصابة. مكانش في مكان تستخبى فيه غير المشرحة. بتدخل واحد من الإدراج تستخبى مع جثة، بتكتشف بعدها انها جثة أمها. ساعتها كان المجرم بيفتش وكان هيلاقيها خلاص، لولا ان جين مان بيظهر وبيحصل بينهم ضرب نار، بيقتله هو وزميله. بيروح يخرج جي ان اللي كان أغمى عليها. بعدها بشهر كان جين مان أخدها وانتقل بيها لبيته في الوادي. دي كانت أول مرة تيجي البيت هنا، ولما بتيجي نازلة من العربية بتقع وهي شايلة شنطتها. فجين مان بيقول لها انها لازم تقدر تعتمد على نفسها، لان في حاجات كانت متعودة ان ابوها وامها يعملوها لها هو مش هيقدر يعملها لها. في الفترة دي جين مان بيلاحظ ان جي ان ما بقتش بتتكلم وان جالها صدمة افقدتها النطق. كانت كل ما تنام يضرب نفسه علشان هو اللي تسبب في كل ده، لان اللي قتلوا عيلته واهلها كانوا اعداء وعاوزين ينتقموا منه هو. وفي المدرسة ما كانتش عارفة انها تندمج مع زمايلها بسبب قلة كلامها، ده بيخليهم يتنمروا عليها طول الوقت. وفي مرة وزمايلها بيتريقوا عليها وبيقولوا ان ابوها قتل امها ورمى نفسه من فوق المبنى. ساعتها جي ام بتهجم عليه وتضربه بالكرسي. وفي وقت خروجها من المدرسة في المطر مش بتلاقي جين مان مستنيها زي باقي الناس ما مستنيين ولادهم، فبتمشي لوحدها في المطر. ساعتها هو بيحصلها بالعربية بس هي بترفض انها تركب معاه، فبيسيبها ترجع البيت لوحدها طالما هي عاوزة كده. طول الوقت ده جين مان ما كانش بيحاول ان يعالج قلة كلامها، وشايف ان دي مشكلتها لازم هي اللي تتغلب عليها وتحلها. ولما كانت بتحب تطلب منه حاجة كانت بتسيب له رسالة على التلاجة طلبات المدرسة وهو بيسيب لها الفلوس مكانها، لغاية ما في يوم زمايلها اللي بيتنمروا عليها يحبسوها في المخزن في المدرسة ويقفلوا عليها بالقفل. لغاية بالليل بتفضل محبوسة، محدش بيعرف بوجودها هنا. بيتهيألها انها شايفة الضبع المفترس، بتترعب وبتجري تخبط على الباب وبتحاول انها تنادي على جين مان. بعد ما بتقدر تتكلم تاني بتنادي عليه 3 مرات، ومرة واحدة بتلاقي القفل بيتكسر وبيفتح لها الباب. بتجري عليه وبتترمي في حضنه وبتضربه وهي بتبكي وبتقول له ان قال لها انه يرجع على طول، ايه اللي اخره؟ قصدها على اليوم اللي حصل لما سابها في الشقه لوحدها. ساعتها جين مان بيعتذر لها وبيرجعوا على البيت وبيتعشوا سوا لاول مره. بنرجع للوقت الحاضر. مين هاي كانت بتقنع جي ان انها تفتح لها الباب وتستنى عمها جوه، بس جي ان بترفض ومين هاي بتضطر انها تمشي. ساعتها جيونج مين بتقول لجي ان على اللي اكتشفه في الموقع وانه بيبيع سلاح للقتله المأجورين، وفي 3 فئات منهم كل فئه ليها اسلحه معينه، بس في صاحب الكود الاخضر لو تعرض لاي خطر لازم الكل يحموه. بيطلع بقى مين صاحب الكود الاخضر ده؟ جين مان وجي ان. طبعا جي ان بتعرف المعلومه دي بتتصدم وما كانتش مستوعبه. فجاه بيحسوا بانفجار ولما بيخرجوا بيشوفوا ايه اللي بيحصل. بتتفاجئ جي ان سور البيت اتدمر وتظهر طيارات درون مسلحه بتضرب عليهم نار، بس من حسن حظها ان الازاز كان مضاد للرصاص. جين مان كان مخطط ومصمم البيت كويس جدا. مهما حاولت جي ان انها تهرب هي وجيونج مين مش بيعرفوا، لان الدرون كانت في كل مكان ومحوطه البيت من كل اتجاه. شويه والدرون بيرموا قنابل على الازاز ويفجروه. بدخول البيت يطاردوا جي ان بس هي بتستخبى، وجيونج مين بيستخبى في الدولاب. بيكتشف انه مصفح لما الدرون بيضرب عليه نار، بس بتفجره زي الزرار بقنبله واحده. في الوقت اللي كانت جي ان استغلت الفرصه وهجمت الدرون من الخلف وقعتها على الارض وكسرتها. في الوقت اللي بنعرف ان الليله اللي فاتت كان سيونج جي قابل كل فريقه من القتله المأجورين وبيتفقوا على انهم يقتلوا جين مان، وبيتحركوا بسرعه بعد ما بياخدوا السلاح. ودول القتله اللي شفناهم في اول مشهد وهم ماشيين في الوادي بيقربوا من بيت جين مان. جي ان لما كان عندها 17 سنه كان جين مان بيعمل تعديلات وترميمات في البيت، وكان باشين صديقه هو اللي متولي عمليه الترميم. بس لما جين بتعرف ان الحكايه هتاخد اسبوعين بتطلب منهم باشين انهم يقعدوا في مكان تاني على ما يخلصوا. جين مان بيفاجئها وبيقول لها انهم هيطلعوا رحله تخييم في الجبل الاسبوعين دول. بس هما في الجبل جين مان بيخدع جي ان وبيقع بيعمل ان رجله اتكسرت فبتسنده وبتطلع بيه الجبل لغايه ما بيلاقوا كهف يباتوا فيه من برد الليل. ولما جين بتحاول انها تتصل بالاسعاف مش بتعرف لان ما كانش فيه تغطيه للشبكه، وفوق كده جين مان حرارته بترتفع. ساعتها جين بتتخانق معاه علشان جايين الجبل اصلا، بس هو بيقول لها ان وقت الخطر بدل ما تدور على الصح والغلط الاحسن انها تفكر في طريقه تخرج بيها من الورطه الاول. بيطلع الخريطه اللي معاه وبيدلها على الطريق اللي تمشي فيه علشان توصل لاقرب هاتف طوارئ. ساعتها جين مان بيديها النبله وبيقول لها علشان تحمي نفسها بيها لو ظهر لها خنزير بري ولا حاجه. بتتريق عليه وانها تعمل ايه بالنبله في مواجهه خنزير بري مفترس. جين مان بيرد عليها وبيقول لها خلص ابقي نادي عليا 3 مرات وانا هظهر بشكل سحري زي ما حصل زمان لما حبسوكي في المدرسه. وقتها جين بتاخد بالنبله وبتمشي في الغابه على حسب الطريق اللي قال لها عليه علشان توصل لكابينه تليفون الطوارئ. اول ما هي بتمشي جين مان بيقوم زي الحصان
كان بيمثل عليها وكل ده تدريب ليها مش أكتر. بيتصل بباشين وبيشكره على الأدوية اللي مفعولها كان سريع والخطة دخلت على جي إن. بعدها بيدخل الكهف أكتر وبياخد البندقية اللي باشين كان سايبها له هناك. جي إن كانت وصلت عند الكابينة، بس لما بتفتح الباب بتتفاجئ بإن فيها مجموعة من الكلاب بياكلوا حاجة. جي إن بتترعب منهم لأنها بيتهيألها إنها شايفة الضبع المتوحش اللي بتشوفه في كوابيسها على طول. زي ما جي مان علمها إنها تفتح عينيها وتواجه، بتطلع النبلة من جيبها وبتحاول إنها تصيب الضبع وتخوفه، بس الكلاب التانية كانوا بيهاجموها. في اللحظة دي بتسمع ضرب نار والكلاب بتهرب بسرعة. جي إن بتتفاجئ بجي مان اللي كانت سايباه بين الحياة والموت، وبيرجعوا على البيت. بس هما في الطريق بتسأله عن السلاح جابه منين وإزاي اتحرك ونزل من الجبل وهو ما كانش قادر يتحرك أصلا. جي مان بيقول لها إن باشين اللي كان سايبهوله في الشنطة. هنا بتقوم الخناقة علشان معاه بندقية ومديها نبلة تدافع بيها عن نفسها. ساعتها جي مان بيقول لها إنها ما تعرفش تستخدمها علشان كده سابها معاه. من بعدها هو بيبدأ إنه يدربها على السلاح، بس الأول بيعلمها إزاي تفكك وتركب المسدس ويعرفها كل جزء فيه وأهميته. مع الوقت بتتدرب جي إن وبتبقى زي عمها. نرجع للوقت الحاضر. كانت جي إن بتعافر علشان تدمر الدرون المسلح وتهرب هي وجيونج مين. في اللحظة اللي كانت مين هاي بعدت بعربيتها، وقفت على الطريق، طلعت بندقية موجات كهرومغناطيسية بتستعملها وبتوجهها ناحية البيت وبتضرب بيها. ساعتها الموجة الكهرومغناطيسية بتعطل كل الدرون اللي كانت حوالين البيت. ساعتها مين ها بتدخل البيت تاني، والمرة دي بتهاجم جيونج مين وبتخدره. بعدها بتتواجه مع جي إن اللي فاكرة إن مين ها هنا علشان تقتلها، بس مين ها بتتقاتل معاها من غير ما تأذيها وبتقول لها إن حركتها بطيئة مش زي عمها أبدا، وبالطريقة دي هتتقتل بسرعة. فجأة سيونج مين بيضرب عليهم رصاص، فالاتنين بيجروا يستخبوا بعيد عن الشباك. جين كانت في مرماها وكانت الرصاصة هتصيبها من أول مرة، بس ما كانش عارف إن مين ها معاها. وأصلا مين ها أول ما بتحس بالرصاصة بتبعدها عنها وبتستخبى، وأنقذت حياتها. ساعتها سيونج جي بيتضايق إنه ما قتلهاش من أول رصاصة. وقتها بونجو بيقول له وأنت لو قتلتها بسهولة كده لازمتها إيه الرجالة اللي جبتهم معاك؟ سيب لهم شوية أكشن وراقب أنت من بعيد. في الوقت اللي مين ها بتقول لجي إن الحقيقة وإنها هنا علشان تحميها مش تقتلها. بتقول لها إنها نادت باسم جي مان 3 مرات، كل بيحصل مشكلة وتنادي باسمه بيظهر وبيساعدها. بتقول لها على المرة اللي اتحبست فيها في المدرسة، ولما تعرضت للتنمر في الجامعة وصاحب المحل اللي كان بيضايقها ومش عاوز يدفع راتبها. في ال3 مرات دول نادت باسم عمها واللي ضايقوها تعاقبوا كلهم، وآخرهم صاحب المحل اتكسر واتحجز في المستشفى 7 شهور. وعشان تأكد لها كلامها بتقول لها إن الدرون كانوا بيحاولوا يقتلوكي وأنا اللي أنقذتك. فوق كده بتفاجئها بإن مزروع في إيديها كود، ده الكود الأخضر ومعناه إنها في خطر ومين ها بتيجي تحميها. في الوقت ده كانوا فريق سيونج جي وصلوا على الكوبري وبيراقبوا من بعيد علشان يهجموا على البيت ويقتلوا جي إن. هنا كان مشهد البداية، وجي إن بتحاول إنها تخرج من النقطة العامية لسيونج جي. بين ها بترمي قنبلة دخان علشان تحجب الرؤية، بس سيونج جي بيشوفها وبيضربها رصاصة في كتفها. بيطلعوا عارفينها وبظهورها كل الموازين بتتغير. في الوقت ده كان جيونج مين فاق والقتلة بيقربوا من البيت علشان يقتحموه، وجي إن بتنط من فوق التلاجة علشان تتفادى مجال الرؤية لسيونج جي. لما بتوصل للكنبة وبتقلبها علشان تجيب المسدس بتلاقي البندقية، فبتعمرها وبتشيل صمام الأمان وبتضرب على سيونج جي، بس الرصاصة مش بتصيبه. ساعتها سيونج جي بيضرب عليها تاني. في الوقت اللي باقي القتلة بيدخلوا البيت وبيهاجموها، فمين بتحميها وبتخليها تهرب هي، ومين ها بتستخدم هي البندقية وبتضرب ناحية سيونج جي، بس الرصاصة بتيجي في بونجو. جي إن وجيونج مين بيستخبوا في المخزن، وبتلاقي أسانسير لما بتدخل الرقم السري علشان تشغله بيطلع غلط. ساعتها بتفتكر رقم تسجيلها التأمين اللي عمها كان وصاها تحفظه، ولما بتكتبه بيطلع هو اللي صح، والأسانسير بيشتغل وبينقلها لدور تحت المخزن. ساعتها بنتفاجئ من المنظر والمكان اللي مليان أسلحة من كل شكل ولون. فجأة بيظهر شاب ملثم كان عايش هنا في المتجر وبيهدد جي إن وجيونج مين. في الوقت اللي العصابة كلها كانت دخلت المخزن ورا جي إن، بس مين ها بتشتبك معاهم وبيقتلوا بعض. من كام سنة جي مان كان موجود في محاكمة كواحد من الشهود. القضية كانت ضد واحد من زمايله في الفريق لأنه قتل مدنيين غير مسلحين لما كانوا في مهمة سرية. أصلهم جواسيس وقتلة مأجورين بيقضوا على أي عناصر سياسية أو مجرمين مهما كانوا، المهم إن يدفع لهم فلوس. جي مان كان بيفتكر اليوم ده لما كان مع جي إن في الشقة وهي صغيرة لما روحوا من جنازة أمه. وقتها بيفوقوا من ذكرياته. رن التليفون وصديقه تشول بيتصل عليه وبيقول له إن بيل لسه عايش وإنه في طريقه لجنازة أمه مع سيونج جي. ساعتها جي إن بيبعت رسالة لهوندا أقرب صديق له وبيقول له إن بيل عايش وبيسعى ورا عيلته، وبيطلب منه إنه يحمي جي إن. بعدها جي مان بيتحرك وطول الطريق كان بيحاول إنه يتصل على أخوه بس ما كانش بيرد عليه، لغاية ما بيدخل النفق وبيتفاجئ بعربية عطلانة في نص النفق وسد عليه الطريق، وصاحبة العربية بتترجى إنه يساعدها. بس جي مان بيعرف إن ده فخ، فلما بيحاول إنه يرجع بالعربية بيتفاجئ بشاحنة جت فجأة بأقصى سرعة وخبطته،
وبينزل منها عصابة بيضربوا عليه نار من كل اتجاه. في الوقت الحاضر كانت العصابة بيحاولوا انهم يتغلبوا على مين ها، بس هي كانت اسرع منهم وبتعطل النور في المخزن وبقوا بيتقاتلوا في الضلمة. ولان مين ها حافظة المكان اكتر منهم كانت بتظهر لهم فجأة من غير ما يحسوا بيها، خصوصا ان حركتها سريعة وخفيفة جدا زي القطة تمام. بتقدر مينها انها تصطادهم واحد ورا التاني وتقتلهم. وقتها الباقيين من العصابة بيضربوا نار على السقف وبيعملوا فيه فتحات علشان تنور لهم. بعدها مينها بتهجم على 2 منهم وتقتلهم بالسكينة وتقطع ايدهم. مبقاش فاضل في النهاية غير كيم سيد الظلام بتاعهم وقاتل بيعرف يتحرك في الضلمة. بس مينها بتثبت له انها اقوى منه واسرع كمان، وبتهجم عليه وبتحاول تقتله، بس هو بيضربها وبيتقاتل معاها بالسكين، وساعتها هي بتقدر تجرحه في رجله بسرعة. هو كان قوي جدا وبيهجم عليها فجأة وبيكتفها وكان هيذبحها، بس من حظه بقى ان الجرح اللي في رجله كان مسمم بسم خطير وسريع جدا بيقتله في ثواني قبل ما يعرف حتى يجرحها. وبكده تكون مينها قتلت كل العصابة. في الوقت اللي كان برازر الشاب الملثم الغامض ده خلى جي ان تقيد جيونج مين. ساعتها جي ان بتغفله وبتهجم عليه علشان تاخد منه السلاح اللي معاه لغايه ما بتقدر انها تفقده وعيه. جي ان بتفتكر انها وهي في الثانوي بتتخانق مع عمها علشان بيبعد عنها كل زمايلها واللي بيقربوا منها. بتراهن معاه انها لو قدرت تضربه على وشه هيخليها تخرج مع اللي هي عاوزاهم. ومن لحظتها وجي ان بقى كل شويه تستنى الفرصه وتغفله وتقرب منه علشان تضربه، بس حركته كانت اسرع منها وبيتفاداها على طول. في مرة كانت بتساعدهم في المخزن هو وباشين، وكانت سايقة الونش الصغير، وأول ما بتشوف جيم مان مش واخد باله بتسوق ناحيته بسرعة وبتزنوه في جنب علشان ما يعرفش يهرب منها، وبتنزل علشان تضربه وتكسب الرهان بقى. بس أول ما بتقرب منه بيطلع زي العنكبوت على الصناديق وبيبعد عنها. ساعتها جي إن كان عقلها هيشت. باشين بقى بيكعبلها وهي ماشية فبتتخانق معاه وبتهجم عليه علشان تضربه، بس جيم مان بيخليه يفقدها الوعي بحركة واحدة. بالليل كان باشين في المطعم بتاعه لما بيلاقي جي ان جاياله وتطلب منه انه يعلمها الحركات القتالية بتاعته ازاي تفقد حد وعيه. هو بيطلب منها فلوس وانه مش هيعلمها ببلاش، بعد ما تتفق معاه انها تديله كل مصروفها والفلوس اللي كانت محوشاها علشان سكن الجامعة. فبيبدأ معاه التدريب على طول، وبقت جي ان بتروح له يدربها كل يوم بعد ما بتخلص مدرسة وشغل في المطعم. مرة بعد مرة كانت جي ان بقت اقوى من الاول. طول الوقت كانت بتحاول برضه انها تغفل جي مان وتضربه على وشه، بس ما كانتش بتنجح ابدا. وفي ليلة وهي راجعة البيت بتشوف بنت في مشكلة ومجموعة من الشباب بيتنمروا عليها. ساعتها جي ان بتروح تدافع عنها وبتتقاتل معاهم، تعلم عليهم الاتنين بسهولة. بس واحد منهم بيهاجمها بسلاح ابيض وكان هيجرحها بيه، بس من حظها ان جي مان ظهر في اللحظة دي وحماها منه وهو اللي بيتصاب في ايده. ساعتها الشرطة كانت وصلت والشابين بيهربوا بسرعة. اما جي ان بتروح البيت مع عمها وهي مبسوطة انها بقت بالقوة دي وقدرت تضرب 2 اكبر واقوى منها. اما بينصحها ان القتال اللي اتعلمته ده مش كفايه انه يحافظ على حياتها، وانها لو تعرضت لقتال واتهاجمت بالسكين لازم تهرب. وقبل ما يروحوا البيت بتطلب من جي مان انهم يروحوا الباشين الاول، وهناك بتتفاجئ ان مجموعه كبيره من جيرانه وزباينه متجمعين وبيقولوا انه اخد فلوسهم وهرب من البلد. في الوقت الحاضر بعد ما جي ان افقدت برازر وعيه بتلاقي ان المكان كله مليان بشاشات مراقبه. بتعرف ان عمها كان بيراقب كل مكان هي فيه في المدرسه والشارع والمطعم، كل مكان كانت رجلها بتخطيه كان هو بيراقبه. ولما برازر بيفوق كانت جي ان مكتفاه وبتضربه، عاوزه تعرف هو مين وليه كان بيراقبها. هو بيقول لها ان مين ها زمان الرصاص اللي معاها خلص، مشكله كبيره لان هيجي قتله تانيين. بيترجى انهم يخرجوا يساعدوا مين ها. بس في اللحظه دي جيونج مين كان قضاء الكشافات في المكان كله، وبرازر بيبدا يتألم لانه عنده حساسيه من الضوء بتخليه يتألم. ساعتها جي ان بتساعده وبتجيب له معطف يلبسه ويحميه من النور. بيقول لها انه هنا في البيت من سنين وكان هيقول لها على كل حاجه، بس جيونج مين بيكمموا علشان يكسبش تعاطفها. بيبداوا بقى انهم يستكشفوا المكان بنفسهم يمكن يلاقوا اي معلومات عن عمها. جيونج مين كان مبهور بالمكان وبالخوادم اللي فيه، ومستغرب ازاي الخوادم دي كلها موجوده في متجر اسلحه. في الوقت اللي كان برازر حرر نفسه وهرب وبيقول لجي ان انها ما تثقش في جيونج مين. جي ان لما بتطرده مش بتعرف انها تمسكه ابدا. ساعتها هو بيغفلها وبيهجم عليها وفي ايده مخدر، بس هي بتحس بيه وبتبعده عنها. بس بتقع في فخ في الارض وبتتحبس في الاوضه بتاعته اللي كان عايش فيها طول السنين دي. كان فيها شاشات مراقبه برضه. اما جيونج مين فكان برازر بيراقبه وطفى النور في المكان كله علشان يعرف يتمكن منه. وقتها برازر بيصطاده فعلا وبيكتفه وبيكممه علشان ما يتكلمش. بيتواصل بقى مع جين وبيقول لها تفتح الدرج اليمين، وهناك بتلاقي دليل مهام مساعده القتل متجر يعني، وانها لازم تتعاون بشكل كامل في استلام مهامها وحمايه المتجر، وان ده مراسها من جيم مان. برازر بيقول لها على كل المهام اللي المفروض تقوم بيها، ولما بتوافق بينقل لها اداره المتجر وانه ينفذ كل اوامرها. ساعتها جيم بتطلب منه انه يخرجها ويحرر جونج مين، بس برازر بيرفض لانه هو السبب في موت جيم مان. جي ام ما كانتش مصدقه في الاول وتصمم على انه يحرره.
فعلا بيعمل اللي قالت عليه، بس بيقولها انه فعلا السبب في موت عمها، ولو عاوزة تتأكد تفتح الفيديو 40 وهتشوف بنفسها. جين بتروح تفتح الفيديو، ساعتها جيونج مين بيحاول يمنعها بأي طريقة وبيفكرها بأنه الوحيد اللي لازم تثق فيه، ان هو اللي دل عمها زمان على مكانها لما اتحبست في المخزن. هنا بتفتكر نصيحة تانية لعمها لما كان عندها 15 سنة وكانت عايزة تربي قطة. هنا رفض عمها علشان هي مش هتتحمل الاهتمام بيها، وانها تموت مرة واحدة في يوم من الايام، فبتاخد بالها من مينا اللي كانت مصابة ومفيش معاها ذخيرة وفي ورطة حقيقية لو باقي العصابة ظهرت دلوقتي. تخلي برازر يخرج لها بالدواء والسلاح علشان تحميها وهي هتتعامل مع جيونج مين. وقبل ما برازر يخرج بيسيب لها النضاره بتاعته على المكتب وبيطلب منها انها ما تخرجش من المتجر مهما حصل. بيخرج لمين اللي بتتفاجئ بيه اول ما بتشوفه لانها ما شافتهوش من سنين طويله. المفاجاه بقى ان جيونج مين في الوقت ده كان ظاهر على حقيقته، وانه كان بيخدع جين كل ده علشان يدخل المتجر ويسيطر عليه. بيخدرها علشان يخلص هو مهمته بعد ما بيقول لها ان هو اللي حبسها زمان في مخزن المدرسه. طبعا ما اقدرش اقول لكم على صدمتها وانها فعلا ما كانتش مستوعبه ان هو اللي ورا كل الازمات اللي حصلت لها في حياتها، من وهي في المدرسة وموت عمها. والنضارة اللي برازر سابها ما كانتش نضارة عادية، كان فيها كاميرا بتصور وبتسجل كل شيء قدامها. برازر كان اختار كويس قوي المكان اللي سابها فيه علشان ما كانش واثق في جيونج مين. في الوقت ده اللي كان باقي فريق القتل وصلوا، المرة دي كان معاهم سلاح جديد وغريب بيتحكموا فيه عن بعد. فتفتكروا بقى ايه السلاح ده؟ ويا ترى جي ان هتقدر انها تخرج من الورطة دي وتحافظ على كل اللي ورثته من عمها؟ ومين دول اصلا اللي عاوزين يقتلوها وليه؟ بنرجع بقى فلاش باك علشان نعرف ايه اللي خلى جيونج مين عرف جين مان وكان عاوز يقتله. وصل للنقطة دي جيونج مين بيروح لجين مان في يوم وبيطلب من جين مان انه يشغله عنده بما انه كان ناشر اعلان عن وظيفة، وعشان يكسب ثقته ويوافق على انه يشغله هو بالتحديد. جيونج مين بيقول انه كان زميل جي ام في المدرسة الابتدائية، وفي الوقت الحاضر كان جي ام بتفوق من المخدر بتلاقي نفسها متأيدة في كرسي. جيونج مين بيتكلم مع واحد على التليفون وبيتفق معاه على باقي الخطة. بنكتشف ان في حد بيحركه ومكلفه بانه يقتل جين مان ويسيطر على المتجر ويعيد برمجته علشان يسلمه للشخص ده. اتفاجئ انه بينطلب منه انه يقتل جي ان. فعلا جيونج مين بياخد المسدس وبيقرب منها علشان يقتلها، بس جي ان بتسأله عن معنى كلامه واللي بيحصل وليه قال لها ان هو اللي حبسها زمان في المدرسة. ساعتها جيونج مين بيقول لها ان هو اللي اقنع زمايلهم المتنمرين انهم يحبسوها في المخزن علشان يشوف لو كانت باكماء فعلا ولا لا، ولو هتتكلم لما تتعرض لصدمة قوية. بيقول لها ان في منظمة اسمها بابليون. بيرجع فلاش باك من كام سنة كان مع صاحبه وبيحكي له انه شاف موقع بيع الاسلحة في النت الخفي او الديب ويب، ولما بيحكي لصاحبه ما كانش مصدقه وبيقول له ان مفيش قتلة مأجورين في بلدهم. بنكتشف ان جيونج مين اتسرح من الجيش، وان لما شاف موقع الاسلحة ده اخترقه، بس صاحبه استعاده بعد 5 دقايق بس، وده طبعا موقع الاسلحة بتاع جين مان. ومروح شقته هو وصاحبه ولسه بيحكي له عن الموقع وانه هيهكره تاني، بيتفاجئ في مدخل المبنى بواحد من التوأم بالقتلة، بس طبعا مش بيكلمه ولا له دخل بيه. لما بيدخل الشقة بقى بيتفاجئ بالتوأم التاني وواحد غامض قاعد مستنيه وبيسأله هو بقى اللي اخترق موقع مساعدة القتل. مرة واحدة القاتل بيضرب جيونج مين وصاحبه وبيجبرهم انهم يخترقوا الموقع تاني. ساعتها جيونج مين وصاحبه بيبداوا مهمتهم اللي كان لازم يخلصوها في 5 دقايق، وجيونج مين اللي بينجح، وساعتها بيقتلوا صاحبه برصاصة في دماغه. الغريب ان جيونج مين مش بيخاف ولا بيتأثر، بالعكس بيسألهم لو كانوا يتخلصوا من الجثة. كل ده كان جيونج مين بيحكيه لجي ان وهو لسه مكتفها، بس بما انها كانت عاوزة تفهم اللي بيحصل ده كل ليه، قرر يقول لها قبل ما يقتلها. وقتها الراجل الغامض بيوريه صورة جين مان وبيطلب منه انه يتقرب منه علشان يقتله ويسيطر على متجر الأسلحة. بينجح جيونج مين في أول جزء من الخطة، بيشتغل مع جين مان بس كان بيراقبه طول الوقت وحاطط له كاميرا على المكتب وسط الأقلام علشان ما يشكش فيه، ويسجل له كل شغله على الكمبيوتر ويعرف هو بيعمل ايه. جيونج مين كان بيواجه صعوبة في شغله، وكان كل شوية ياخد القلم ويصور المخزن علشان يوصل لدليل. بيجيله رسالة انه بقاله يوم واحد في المهمة ولما نجحش هيكون في كلام تاني. وقتها جيونج مين بيستأذن جين مان انه ياخد استراحة، وبيغفله وبيدخل البيت علشان يدور على مدخل متجر الأسلحة، اصله فاكرها سهلة كده. ساعتها جين مين بيدخل البيت وبيسأله لو كان بيعرف الكمبيوتر، ولما بيلاقي محترف بيطلب منه انه يصلح له مشكلة فيه. بس جين مان كان شكله مش مرتاح لجيونج مين ولا مصدقه لما بيقول له انه كان صديق جي ام في المدرسة اللي كان عارفها وعارف عنها كل حاجة وعارف ان ما كانش ليها اصحاب بس بيعديها. جيونج مين بيستغل الفرصة وبيزرع فيروس في الجهاز علشان لما جين مان يسجل دخول في موقع الأسلحة هو يعرف يهكره. بالليل لما بيرجع بيته بيلاقي ان جين مان سجل دخول فعلا، بس فجأة واحد من العصابة بيدخل وكان هيقتله. ساعتها جيونج مين بيكمل شغله وبيعمل حاجة بتخليه ان هو اللي يكون المتحكم، يعني لو قتلوه محدش هيعرف يهكره تاني. وبيتفق مع ليه هوان انه يشتغل معاهم ويقتل جين مان. في الوقت الحاضر كان جيونج مين فتح الملف اللي كان برازر بيقول عليه الجي ان، بس مش بيلاقي فيه غير ان جين مان معلق جيونج مين في السقف. بنعرف ان السبب في كده ان جيونج مين كان بيهدده بجي ان وبيقول له انها مخطوفه، وبيسمعوا تسجيل ليها وهي بتستنجد بيه. ساعتها جين مان بيتفق معاه على انه ما يأذيش جي ان وبيدخل الحمام يقتل نفسه. جي ان لما بتعرف انه استخدم تسجيل صوتي ليها
تسأله جابه منين، تعرف منه ان عامله بتطبيق الذكاء الاصطناعي. ساعتها جي ان بتنهار وترجع تضحك عليه علشان هو عبيط اصلا، فاكر انه لما يقتلها ان كده الحكايه خلصت وان هو اللي فاز، بس في الحقيقه انها دلوقتي ملكه المتجر ومعاها الكود الاخضر، يعني كل القتله اللي على المتجر هييجوا يحموها هي. لما جونج مين بيحاول يسكتها بتهجم عليه وبتضربه لغايه ما بتقطع ودنه باسنانها وبتفك نفسها وبتهرب. بتستخبى في الممرات وبتقرر انها تستخدم المتاح علشان تتغلب عليه، لان كل الاسلحه اللي كانت في المكان كان مقفول عليها ومش عارفه تطلع منهم ولا سلاح. فبتستخدم المنظفات وبتعمل له فخ وماشي بيدور عليها، بيتزحلق وبيقع في الفخ وبيتعلق من رجليه. ساعتها جي ان بتنزل فيه ضرب لغايه ما بيغمى عليه. مين ها كانت قلقانه عليها، بس براذر بيقول لها ان جي ان قويه وبيكسر الحيطه علشان ياخدوا الاسلحه اللي جي مان مخبيها فيها. في الوقت اللي كانت العصابه فتحوا فيه صندوق السلاح الجديد واللي كان عباره عن كلب آلي بيتحكموا فيه عن بعد وكان قوي وسريع جدا. باقي القتله كانوا وصلوا وكانوا بيقربوا من البيت، واول ما بيلاقوا الابواب المصفحه بتقفل مداخل البيت بيتحركوا بسرعه جدا، بس الكلب الآلي كان اسرع منهم. ومين ها وبراذر كانوا مستخبيين ومعاهم الاسلحه اللي لقيوها وبتطلب منه انه يستخبى ويحمي نفسه. اما جين فبتفتح دليل المهام وبتلاقي عمها بيقول لها فيه انها قدامها اختيارين، اولهم انها تهرب، ولو اختارت الهرب اللي على المخرج وسايب لها هويه جديده وفلوس كفايه، بس بيفكرها باللي كانوا بيحموها طول عمرها. اصلا وقتها كانت مينها خرجت تواجه العصابه بعد ما بترمي في وسطهم قنبله غاز وبالرشاش بتقتل عدد كبير منهم. ساعتها مينها بتخرج وبتنقذ براذر ومينها وبتدخلهم بسرعه وبترمي قنابل على العصابه. مبقاش فاضل من كل العصابه دي غير واحد بس، كوما، وكان هيقتل جي ان وبيضربها لما خلاص ما بقاش عندها مقاومه، وفجاه كوما حد بيطعنه وبيقع ميت. ساعتها جي ان بتتفاجئ بباشين قدامها وبيطمنها انهم هيحموها، ولما بتساله مين اللي عاوز يقتلهم بيقول لها انه بيل اللي قتل ابوها وامها. فعلا بيل كان وقتها في غرفه العمليات مع لي هوان وبيراقبوا كل اللي بيحصل في بيت جي مان، بيبعت التوأم علشان يقتلوا جي ان بما ان الباقيين كلهم فشلوا. قبل 14 سنه في مهمه سريه لجيم مان وفريقه تعرضوا لضرب نار كتير، وكانوا جيم مان وفريقه محبوسين في العربيات المصفحه مش قادرين يخرجوا، مستنيين ان سيونج جي يوصل نقطه الدعم ويساعدهم. في الوقت اللي بيعرفوا ان بيل دخل المبنى، سيونج جي كان بيتعرض لهجوم من جيش العدو وكان هيتقتل، بس بيل لما بيظهر بيقتلهم كلهم في لحظه، بس واحد من الجنود بيتصاب وبيقع وما كانش لسه مات. ساعتها بيل بياخد سيف من اللي كان مع الجنود وبيطعنوا بيه لغايه ما بيقتله، مع انه كان قادر انه يضربه رصاصه تنهي حياته من غير كل الالم ده. بس هنا بنكتشف ان بيل انسان مش طبيعي وبيحب الدم والعنف وتعذيب الناس. المهم ان بعدها بيقتل الجنود اللي كانوا بيطاردوا باقي الفريق وبيدخل المبنى، ولما سيونج جي بيحس بغيابه بيبعت زميله يدور عليه. ساعتها الشاب بيدخل المبنى يدور على بيل وبيشوفه بيقتل 2 من المدنيين. ساعتها هو والشيونج بيقتلوا زميلهم التالت علشان يغطوا على اللي حصل. ولما جيم مان بيوصل بيشوف جثة زميله والمسدس في ايد جثة الراجل التاني، وبيل بيقوله ان الراجل غفله وضربه. ساعتها بيظهر ولد صغير في ايده مسدس وبيهدده انه هيقتلهم. وقتها بيل بيقتله برصاصة، وجيم مان كان هيتخانق معاه علشان قتله ليه. المسدس اللي كان في ايده اصلا كان على صمام الامان وما كانش فيه خزنة اصلا. بعدها بيل لما بيرجعوا بيتحاكم بتهمة القتل اللي عنده وانه قتل مدنيين. سونج جي بيشهد مع بيل وبيقوله انه انقذ حياته. ولما جيم مان بيتسأل كشاهد تاني، جيم مان بيفتكر اللي حصل وان الفريق كلهم اتخانقوا معاه واولهم سيونج جي علشان ما يشهدش ضد بيل لانه انقذ حياتهم كلهم. حتى مديره لي هوان بيقول له يطلع الموضوع ده من دماغه. في المحكمة جيم مان بيشهد انه ما شافش حاجة وبيل بيتبرأ، ولي هوان بيتفق مع جيم مان ان بيل مش هيكون في فريقه. في مرة تانية كانوا رايحين مهمة في الصين، كان باشين مع الفريق ايامها وسيونج جي وبيتخانقوا سوا على الطيارة، بس جيم مان من غير ما يتحرك بيخلي كل واحد يقعد في مكانه. كانت مهمتهم انهم يقبضوا على تاجر مخدرات كبير في الصين، وليه هوان كان مأكد على جيم مان انه يقبض عليه قبل ما بيل يقتله. لما الفريق بيوصلوا قصر الراجل بيقضوا على معظم رجالته، بيفضل منهم بيل بيخدعهم وبيديهم اسلحه علشان يدافعوا بيها عن نفسهم، بس دي كانت خدعه علشان يقتلهم علشان ما حدش يقول قتلت عزل. وقتها كان جيم مان في الناحيه التانية بيطارد الراجل وبيقبض عليه. بيل بالصدفه بيلاقي مجموعه من البنات محبوسين في اوضه، ولما بيطلبوا منهم المساعده بيل بيطمنهم، بس بيرمي قنبله في قلب الاوضه تنفجر فيهم وتخليهم اشلاء. جيم مان لما بيشوف اللي عمله بيرفع السلاح عليه وكان عاوز يقتله. ساعتها الفريق بينقسم، شويه مع جيم مان وشويه مع بيل، وكلهم بيرفعوا السلاح على بعض. سيونج جي بيقنع جيم مان انه يهدى وينفذوا المهم الاول، فبيروح يزرع متفجرات في القصر زي الباقيين. بس وقتها بيتفاجئ ببنت مستخبيه في الدولاب وكانت هتموت من الرعب، فجيم مان بيطمنها وبيخليها تستخبى. وبعد ما بيمشي فريقه على اساس انه هيحصلهم بيرجع علشان يهرب البنت اللي بتكون مين ها. في اللحظه اللي كانوا يخرجوا فيها من المبنى قبل الانفجار بيتفاجئ ببيل قدامه وبيضرب عليه نار هو وهي، بس جيم مان بيفاجئه وبيخليها تهرب بسرعه وهو يتعامل معاه. جيم مان وبيل بيتقاتلوا بشراسه وقوه، وبيل ما كانش بيأثر فيه اي حاجه. وقتها كان العد التنازلي للمتفجرات بدأ، ولسه اقل من دقيقتين على ما المكان كله يتفجر ويبقى تراب.
بيل بيتقاتل معاه بالسكاكين وبيجرحه، وجيم مان ما كانش قادر انه يتغلب عليه. في اللحظه دي بتظهر مينها وبتضرب بيل رصاصه في عينيه. جيم مان بيستغل الفرصه وبيهجم عليه وبيطعنه في صدره، بس بيل بيوعده انه لو ما ماتش النهارده هيرجع يقتل عيلته وكل اصدقائه واللي بيحبهم ويقتله هو في الاخر. ولما جيم مان بيجي يضربه برصاص علشان يخلص منه، كان المسدس فضي وكان لسه 10 ثواني والمكان اتفجر، فبيقدر يهرب هو ومينها. لما بيرجع بابليون بيتحقق معاه وبيقول ان بيل ملحقش يخرج من المبنى قبل ما يتفجر، عشان يكملوا المهمه بنجاح كان لازم يرجعوا من غير ما يدوروا على جثته ويستعيدوها. بعدها بيستقيل من المنظمه، بس ليه هوان بيبعت حد يراقبه. في الوقت اللي كان جي مان في محطه الاتوبيس بياخد باله من انه متراقب، وبعد ما كان هوندا جاي عليه، جي مان بيعمل له اشاره بيخليه يمشي على طول علشان ما يتكشفش، فبيرمي له مفتاح العربيه على انه وقع منه. وبعدها جي مان بيكلم اخوه بيروح لعيلته، دي كانت اول مره يقابل جي ان. وفي يوم كان سيونج جي بيتدرب في الجبل لما بيتفاجئ ببيل واقف قدامه وانه ما ماتش من الانفجار زي ما كانوا فاكرين. اما مينها بقى، فجي مان كان بعتها في صندوق مع اغراض واسلحه ورساله لمجموعه من اصحابه بره البلد، وطلب منهم انهم يحموها. بيوصلوها لهوندا، والاول ما بيفتح الصندوق ويلاقيها كان هيقتلها، بس هي بتوري له رساله جي مان. في الفتره دي كانت والده جي مان في المستشفى، وجي مان ما كانش بيسيبها ابدا لغايه ما اخوه يوصل ويستنى معاها بداله، بتناوبه على حمايتها. بس في اليوم ده والدته بتجبره انه يروح يرتاح وانها كويسه. في الوقت اللي كان هوندا جاله طرد، فبياخده وبيدخل المكان السري بتاعه واللي فيه كل الاسلحه اللي بيتاجر فيها. وكانت مينها عايشه في المكان ده لغايه ما جيم مان ظبط لها مكان تاني تكون فيه في امان. وقتها بيشوف حد قدام المكان في كاميرات المراقبه، ولما بيخرج يشوف مين بيلاقي الباب مفتوح وجيم مان هو اللي جه، وحذره من انه لازم يامن على المكان اكتر من كده. مينها ساعتها بتشوف اجزاء المسدس على الترابيزه، فبتجمعها لوحدها بمهاره كبيره، مع ان هوندا مش هو اللي علمها. ولما بيقول لجيم مان كان متفاجئ. هوندا بيقول له كمان انه هيعمل متجر الاسلحه على الانترنت، وان اخوه الصغير عبقري في الكمبيوتر ومفيش حاجه بتقف عليه، وانه هيعمل فلوس كتيره جدا، وبيطلب من جيم مان انه يشاركه. ساعتها في المستشفى كان بيل راح يقتل والدة جيم مان وخنقها لغايه ما روحها طلعت، وباقي العصابه كانوا بيتفقوا على قتل جيم مان وعيلته. ولما واحد منهم بيعترض، سيونج جي بيهدده انه هيقتل عيلته، وكمان فما كانش قدامه غير انه يتعاون معاهم. وجنازه الام جيم مان بيتخانق مع اخوه علشان عاوز يشرح جثه امه لان موتها مش طبيعي، بس وقتها اخوه بيرفض وبيخلوه يرجع بجي اي للبيت. ويا دوب هو بيمشي من هنا، سيونج جي بيوصل من هنا وبيدخل يقابل اخو جيم مان وبيقنعه انه يمشي معاه هو وزوجته، وبيطلع بيهم على السطح. ساعتها بيل بيظهر لهم وبيقتلهم، وجيم مان بيبعت لهوندا علشان يروح يحمي جي ان لما بيعرف ان بيل عايش. هوندا وقتها كان راجع البيت لاخوه الصغير علشان يتعشوا سوا، واخوه ده بيكون برازر اللي بيزعل منه علشان هيسيبه ياكل لوحده ويمشي. جي ان وهي لوحدها في البيت بيقتحم البيت واحد من العصابه، بس في اللحظه اللي كان هيدخل فيها هوندا بيوصل وبيمنعه وبيتقاتل معاه لغايه ما بيقتله، وبيدخل يطمن على جي ان ويخليها تستخبى. ساعتها سيونج جي وواحد تاني بيطلعوا الشقه وبيتقاتلوا مع هوندا، والسيونج بيقتله بالفاس وبيقطع ايده. اما جيم مان اللي كان في الطريق اتعرض لفخ وبيتحبس في العربيه وهما بيضربوا عليه نار من كل اتجاه، فبينتقل لشنطه العربيه وبيفتحها مره واحده، وكان معاه آلي بيقتلهم كلهم بيه وبيهرب. جي ان كانت هربت من سيونج جي والعربيه خبطتها، وبالليل كانت مينها في المخبأ بتاع هوندا لما العصابه بتقتحم المكان، وهي كانت محضره لهم فخ، بتقع على واحد منهم ماده كاويه بتحرقه وبتسيح جلده في ثواني وبيموت، والتاني بتقتله بالرصاص وبتمشي من المكان بعد ما بتولع فيه كله. اما باشين وهو راجع بيته بيتفاجئ ان القفل مكسور، ولما بيدخل بيتفاجئ بجيم مان مرمي على الارض سايح في دمه، فبيعالجه لغايه ما بيفوق. ساعتها كان جيم مان ندمان انه ما قتلش بيل زمان، ونشيت زور في المحكمه، يمكن لو كان قال الحقيقه كان بيل اتسجن، وكانتش البنات اللي فجرهم ماتوا بالشكل ده، ولا كان كل ده حصل. المهم انه بيقوم بسرعه علشان يرجع لجي ان يطمن عليها ويحميها. وبيل لما بيعرف ان مينها هربت بعد ما قتلت رجالته كان هيقتل اللي بلغه، بس ليه هوان بيوصل ساعتها وبيطلب منه انه يوقف كل اللي بيعمله، ومنظمه بابليون هي اللي هتتعامل مع جيم مان بقى علشان خانهم وقتل رجالتهم. بس بيل بينفذ اللي في دماغه، بيبعت 2 المستشفى ورا جي ان علشان يقتلوها، وساعتها هي بتهرب منهم وبتستخبى في المشرحه. في اللحظه دي كان جيم مان وصل وقتل كل اللي كانوا في العربيه، وبقيت ال2 التانيين قبل ما يقبضوا على جي ان في اخر لحظه. طبعا جيم مان ما كانش ينفع انه يسيبهم يعيشوا، لانهم مش هيسيبوه لا هو ولا بنت اخوه وعيلته الوحيده الباقيه. في الوقت اللي كان خارج بيها من المستشفى بيشوف بيل، واللي بيفصل بينهم كانت جنازه، وجيم مان بيستغل الفرصه وبيهرب. ليهوان بيرجع بيته بيتفاجئ ان جيم مان مستنيه هنا مع عيلته بقاله ساعتين. ساعتها ليهوان بيترعب منه انه مش ناوي على خير. فعلا جيم مان ما كانش ناوي على خير ابدا، وبيهدد ليهوان انه قدامه اختيارين، يا اما يكملوا مطاردته وهيقتل عيلته قدامه حالا، يا اما يأمر بيل بان كل ده يقف وهو هيبعد ومش هيفتح الموضوع ده تاني ولا يهاجم حد منهم. ساعتها ليهوان بيتصل ببيل وبأمره انه يوقف مطاردة جيم مان. بعدها جيم مان بيستخبى عند باشين وبيتفق معاه على انهم يعملوا خطة طويلة الامد
ان بيل عمره ما هيتراجع عن اللي في دماغه ولازم يكونوا جاهزين ومستعدين له في اي وقت. بيروح معاه الوادي ويختار موقع البيت بتاعه وبيتفق معاه على التصميم وانه هيكون مركز تجاري كبير للاسلحه. طبعا بيروح لبرازر اللي كان عايش لوحده في رعب مستنيين اخوه هوندا يرجع زي ما وعده. جين مان بياخده يعيش معاه ببيته من غير ما جي ان تعرف، وباشين بيروح ورا مين ها وبيعرفها انه من طرف جين مان وبياخدها يدربها على الفنون القتاليه بتاعته. مفيش ليله بتعدي على جين مان ما كانش بيحلم فيها ببيل وهو جاي يقتله، ولما جين بقى عندها 15 سنه بيقرر انه يعلمها ازاي تستخدم السلاح. بالليل كان لسه سيونج جي والتوأم مستنيين علشان يقتحموا البيت في نفس وقت التدريب العسكري علشان محدش من المدينه يسمع ضرب النار. باشين كان بيشيل الرصاص اللي اتصاب بيه مينها، وبرازر كان بيدور على مدخل تاني للمتجر وبيكتشف ان جين مان مركب فتيل تفجير في الحيطان. اتصدم انه كان عايش هنا بقاله 14 سنه ومعرفش المعلومه دي، وكان ممكن يرتكب اي خطأ يفجره. يونج مين بيفوق بيلاقي نفسه متعلق فبيتعصب علشان جي ان وعماه هما اللي بيعلقوه كل مره بالشكل ده. على ما مينها بتفوق بتلاقي جي ان جنبها وبتقول لها ما تموتش، ولما بتقول لهم انهم لازم يدخلوا المتجر تاني برازر بيمنعهم وبيقول لهم على الفخ اللي جين مان عامله، واي حد هيحاول انه يدخل بالقوه المكان هيتفجر. بيقول لهم ان النظام في المتجر كان ان في حد بيديره من جوه طول الوقت وانه كان بيقوم بالمهمه دي طول ما جين مان مش موجود. بس دلوقتي كلهم خرجوا وكان مأكد على جي ان انها ما تخرجش مهما حصل. دلوقتي طالما ما فيش حد منهم موجود جوه المتجر هيكون في حاله طوارئ، كل حاجه في المتجر هتقف، وعشان يعيد تشغيل البروتوكول لازم يستنوا 24 ساعه كاملين. المشكله دلوقتي ان جونج مين كان فاق وسيطر على المتجر وسجل دخوله على الموقع، وبرازر بيحاول انه يقيد سيطرته. باشين بيجمع الاسلحه اللي كانت مع العصابه علشان يدافعوا بيها عن نفسهم في اللي جاي. فجاه كلب الالي بيشتغل من تاني وبيفجر موجه ترددات صوتيه بتخلي دماغهم هتنفجر من شده الترددات، ولما باشين بيحاول يضربه بالنار قوه الترددات بتبعد عنه الرصاص. فجأة سيونج والتوأم بيقتحموا البيت بالعربية. التوأم بيتواجهوا مع باشين وبيضربوا عليه هو ومين ها نار، بس مين ها اللي بتتصاب. ساعتها باشين بيهجم عليهم الاتنين وبيطحنهم ضرب. في الوقت اللي كان سيونج جي دخل ورا جي ان الأوضة يدور عليها، ولما بتهجم عليه مرة واحدة بيضربها. ساعتها برازر بيظهر وبيهجم على سيونج جي وكان بيحاول يقتله، بس سيونج جي كان قوي وبيرميه على الأرض وضربه بالنار. باشين بيقتل واحد من التوأم ببرواز صور عيلة جين مان، وتوأمه بيجري عليه يحاول ينقذه بس كان مات خلاص. فبيطارد باشين زي المجنون عاوز ينتقم لموت اخوه، ومين ها وباشين بيخلوها تهرب بسرعه، بس سيونج جي بيطاردها ولما بتدخل المخزن بتلاقيه وراها. ساعتها جين بتفتكر كلام عمها ونصايحه ليها فبتعمل فخ لسيونج جي وبتهاجمه فجاه وبتضرب عليه نار. بتساله ساعتها مين اللي عاوز يقتلها. في اللحظه دي يونج مين خرج وبيلاقي رشاش آلي على الارض بيفضي الرصاص اللي فيه في الهواء من شده غضبه علشان اللي بيحصل له، بس سيونج جي بيقرب منه وبيقتله بعد ما الخزنه بتفضى. ساعتها جين بتستغل الفرصه وبتدخل المتجر من جديد وتستخبى هناك، بس سيونج جي بيتبعها على طول. مهما حاولت انها تكسر القفاله علشان تاخد السلاح مش بتعرف. ساعتها سيونج جي كان ركب حساسات حركه ومتفجرات فخ الجي ان، وهي بالصدفه بتقع في الفخ وهي بتهرب منه. وفوق كان التوأم بيحاول انه يلاقي باشين، بس من حظه انه بيفجر الفخ اللي كان في الحيطه اللي كان برازر بيقول عليه قبل كده وبيموت. بعد شويه برازر بيفوق وبنعرف انه كان لابس واقي رصاص وبيفرح انه لسه عايش. سيونج جي بقى كان ماشي يدور على جي ان وبيتكلم وبيحاول يقنعها بانها تسلمهم المكان هنا وتعيش هي حياتها بعيد من غير لا قتل ولا الانتقام. بس هي في لحظه بتفاجئه وبتسوق الونش ناحيته وكانت هتقتله لولا انه اتحرك بسرعه واتفاداها، بس كانت استخدمت الفخ بتاعه ضده. حساسات الحركه والمتفجرات اللي بتنفجر فيه بترمي بعيد وبتوع عليه مواد كيميائيه. ساعتها جين بتضرب رصاص على الارض والنار بتمسك فيه ويولع وكان هيموت، بس رشاشات الميه اللي في السقف بتشتغل وساعتها بتطفي النار فبيهجم على جين بشراسه. ساعتها هي بتضربه ورصاصه في راسه تقتله. برازر لما بيجي يطمن عليها بيشغل المتجر من جديد، بس بيتفاجئ بان مجموعه تانية من القتله جايين، يعني الحكايه مش هتخلص بالطريقه دي. كانت مجموعه كبيره من الجنود المرتزقه. ساعتها برازر بيسالها تتصرف ازاي بما انها المديره. جين بتخليه يفتح القفل اللي على الاسلحه، تاخد الفاس وتقطع بيه راس يونج جي. وقتها كان باشين ومين ها حالتهم صعبه ومش عارفين يعملوا ايه في اللي جايين لسه دول. المرتزقه بيدخلوا البيت وبيتفاجئوا بكميه الجثث اللي حواليهم، بيتفاجئوا كمان ببرازر قدامهم ومعاه شنطه ولافف حوالين وسطه حزام ناسف. بيخافوا منه من انه يفجر نفسه فيهم. وجين بتتكلم في الميكروفون وبتعرفهم انها الملكه الجديده لمتجر مساعده القتل وانها بنت اخو جين مان. بتهددهم براس يونج جي اللي كانت مع برازر وبتقول لهم ان هي اللي قتلته. بتعرفهم انها مراقباهم وعارفه اماكنهم فين بالظبط من كاميرات المراقبه. طرد عليهم اتفاق انهم لو مشوا دلوقتي مش هتعمل لهم حاجه، بل بالعكس هتقسم عليهم ال4 مليون دولار اللي بابليون كان حاططها مكافاه للي يقتلها من غير ما تخصم منها الضرايب. انهم يشتغلوا معاها زي ما كانوا بيشتغلوا مع عمها، واكوادهم هتفضل زي ما هي مش هتوقف. وكمان هتعمل لهم تخفيضات على اسلحه
من وقت للتاني، بس لو اختاروا يكملوا اللي بيعملوه فهي هتقتلهم كلهم. بعد ما بتعدل 3 كانوا كلهم خرجوا وقبلوا بالعرض. وقتها كانت مينها فقدت الوعي وبتموت، فباشين بيمشي بيها، وبرازر ما كانش مصدق ان الحرب دي خلصت وهو لسه عايش. اما جيين فبتخرج من البيت ومش بتلاقي باشين ولا مينها. ساعتها بتنهار، بس بتشوف اتوبيس جاي على بعد وبتفتكر انها مجموعه من القتله تاني. ساعتها الاتوبيس بيقف وبينزل السواق اللي بيقول لها انهم فريق تنظيف، كان هو نفس السواق اللي وصلها البيت بعد جنازه عمها. وعلى ما بيطلع النهار كانوا جمعوا كل الجثث، بس بيلاقوا تاكسي بيقرب وبينزل منه جيم ما وهو متصاب ومجروح. الظاهر كده انه كان في معركه تانية هو كمان. جين كانت فرحتها لا توصف ان عمها لسه عايش. وكده يخلص مسلسلنا النهارده. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.